الأهلي يعود للتدريبات بعد أجازة يوم واحد بعد الانتهاء من مباراة تيم اف سي اللي اتلعبت يوم الاثنين الماضي، وفاز فيها الأهلي 3-0. اللي سجل أهداف وقتها كان أفشة والسولية وكريم الدبيس. الأهلي أخذ أجازة امبارح الثلاثاء 19 نوفمبر، ثم عاود اليوم التدريب الصباحي بعودة الدوليين. اكتمل الفريق بشكل كبير جدا من خلال التدريب الصباحي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر. كولر يعني جمع اللعيبة قبل التدريب وشرح الاستراتيجية اللي هيشتغلوا بها خلال الفترة القادمة، والبداية الجمعة القادمة من مباراة الاتحاد السكندري اللي هتتلعب في 8 مساء الجمعة القادمة إن شاء الله في الجولة الثالثة من الدوري العام. إن شاء الله كل الصفوف الفريق تكون مكتملة مع مباراة الاتحاد الجمعة القادمة إن شاء الله. وطبعا غاب نجم الفريق وهدافه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بسبب الإصابة اللي لحقت به في التجمع مع منتخب فلسطين قبل مباراة كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم. الإصابة حتى الآن مش ظاهر شكل الإصابة عامل إزاي، لكن الكلام أو الأنباء المتواترة من الجهاز الطبي للنادي الأهلي بيقول إنه في إصابة في يعني ممكن تاخد وقت بالنسبة لوسام، خاصة إنه ما لعبش مباراة كوريا الجنوبية مع المنتخب الفلسطيني. يعني كل الدعاء للنجم الفلسطيني ونجم الأهلي وسام أبو علي إنه ربنا يشفيه ويعود سريعا لفريق النادي الأهلي قبل المواجهات الكبيرة خلال الأيام القادمة. طبعا واضح الإصرار وواضح الجدية في التمرين على لاعبي الأهلي. يعني عمر الساعي من الأسماء المتداولة بشكل كبير جدا اللي هي تاخد فرصة خلال المرحلة القادمة، خاصة إنه الخواجة شايف منه جدية، ويعني من خلال التدريبات قادر ان هو يوصل لكولر انه لاعب يمكن الاعتماد عليه خلال الفترة القادمة. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الاتحاد ان شاء الله في الدوري الجمعة القادمة.